متغير ياما عن زمان، نازل متدلعك يمن، ناطر قبلك هشك كمان. ازيكم يا ابطال في فيديو جديد. في الفيديو ده هتكلم عن كرتونات قلدت او خلينا نقول سرقت من كرتونات تانية مشهورة، ولا مش قصدي مثلا دوم خدوا فكرة وحسنوها او لا، حرفيا هم خدوا كرتون وعملوهم نفس كل حاجة، لدرجة ان في وصل نفس الحلقات بكل تفاصيلها بنفس طريقة التحريك، رسم مشابه، كل حاجة مشابهة، وما جابوش اي جديد من عندهم. ما ننساش قبل ما نبدأ صلى على النبي عليه افضل الصلاة والسلام، ويلا بينا نبدأ الفيديو ده. ميرسيلي ستار، العمل ده طلع من الصين عن طريق شركة ألبان واستثمارات قررت تعمل دعاية لمنتجاتها، فبدل ما تصرف وتصمم كرتون يعبر عن منتجاتها، قالت وليه وجع الدماغ، ما نجيب اكتر كرتون مكسر الدنيا وننسخه بالمسطرة. ومن هنا اتولد الكائن اللي اسمه ميرسيل ستار. الكرتون ما كانش مجرد تقليد لفكرة، ده كان سرقة مع سبق الإصرار وترصد، وبشكل يخليك مذهول من كمية الجراءة. يعني بدل القط الأزرق الكسلان والمتهور بين قوسين جامبل، جابوا شخصية ماعز بيضة لابسه تيشيرت برتقاني نفس لون حاجه جامبل، وبدل السمكه الماشيه داروين اللي هو الاخ والانتيم، جابوا ماعز او مش عارف البتاع ده ايه، بس عامه ده شبيه داروين. وفي بعض اللقطات من رداء الرسم بيبين شكله اقرب لضفدع مسخ. حتى البيت اللي عايشين فيه والمدرسه والاب الكسلان اللي قاعد على كنبه والام اللي بتشتغل، كل حاجه استنسخوهم بالحرف مع تغيير اشكال الكائنات لحيوانات تانية برسم رخيص جدا. لو قارنت حلقه من الكرتون ده بحلقه من جامبل، هتكتشف انهم مش بس سرقوا قصه، دول سرقوا زوايا الكاميرا وحركات الشخصيات لما تنط او تقع، وتعبيرات الوش لما يتخضوا، وحتى التوقيت الكوميدي بتاع النكته. والادهى من كده، كرتون جامبل معروف بستايل فني معقد جدا بيدمج بين الانيميشن ثنائي الابعاد والخلفيات الحقيقيه اللي مصوره مصانع وشوارع من العالم الواقعي بتاعنا. الجماعه بتوع الصين كسلوا حتى يصمموا خلفيات، واخدوا صور الخلفيات الحقيقيه اللي استخدموها كرتون نتورك وحطوها عندهم في المسلسل كانه بتاعهم. عاده الشركات لما بتكتشف السرقه زي دي بترفع قضايا، بس القوانين في الصين بتخلي قضايا الملكيه الفكريه صعبه وطويله. فريق عمل جامبل بقياده المؤلف بن بوكوليه قرروا يردوا بطريقه ملحميه وصايعه جدا. عملوا حلقه كامله في الموسم الخامس اسمها المقلدون. في الحلقه دي عائله جامبل بتقابل عائله ماعز صينيه بتعمل نفس حركاتهم، وبيكتشفوا انهم بيقلدوهم في كل حاجه. جامبل وعيلته يقرروا يستغلوا ده، وبداوا يعملوا حاجات خطيره جدا ومجنونه عشان يخلوا المقلدين يعملوها ويتدمروا. وبالفعل الحلقه انتهت بحادثه بشعه على النسخ المقلده، والحلقه دي اتسجلت في التاريخ كاعظم واشرس رد ساخر من صانعي كرتون اصلي على سرقه رخيصه. راتاتونينج، امبراطوريه النصب البرازيليه. عشان تفهم الكرتون ده لازم تفهم الشركه اللي صنعته، شركه برازيليه مش هعرف انطق اسمها. الشركه دي احتلت سوق الفيديو والدي في دي في الالفينات بفكره واحده. استنى شركه بيكسر او ديزني تعلن عن فيلم جديد واعرف فكرته ايه، واعمل فيلم 3 دي رخيص جدا بنفس الفكره، ونزل الدي في دي في المحلات قبل ما الفيلم الاصلي ينزل او معاه في نفس الوقت. الهدف كان ايه؟ خديعه الاهالي، الاب او الام يدخلوا المحل يلاقوا غلاف عليه فار لابس طاقية طباخ، يفتكروه فيلم ديزني الشهير ويشتروه لعيالهم وتكتمل الخدعه. بدل الفار ريمي اللي بيمتلك موهبه الطبخ وبيساعد الشاب لينجويني في باريس، فيلم راتاتونينج بياخدنا لمدينه ريو دي جونيور في البرازيل، والبطل هنا فار اسمه مارسيلو بيمتلك ارقى مطعم للحيوانات في المدينه اسمه راتاتونينج. بس المشكله ان مارسيلو وعصابته من الفيران ما عندهمش مكونات طعام كافيه، فبيفضلوا في الفيلم كله وهم بيعملوا خطط عشان يتسللوا لمطاعم البشر بالليل ويسرقوا الخضار والجبنه. وقصه ما فيهاش اي عمق او رسائل او احداث مشوقه، مجرد حشو فارغ عشان يكملوا بيه مده الفيلم بس. والغريب ان الفيلم كله مدته اصلا حوالي 44 دقيقه، لكن لو اتفرجت عليه بتحس ان الوقت واقف من كتر المط والحوارات البطيئه، يعني تحسه 44 ساعه. والملل في الفيلم اصلا محطوط بطريقه ملهاش معنى. الجرافيك والانيميشن فيه يعتبر جريمه في حق العين. الشخصيات بتتحرك كانها العاب بلاستيك مكسوره، مفيش اي تعبيرات على وشوش الفيران، والفيلم مليان اخطاء تقنيه كارثيه من كتر الرداءه. في مشاهد كامله بتلاقي ايد الفار بتدخل جوه الترابيزه او الحيطه او اي مكان غير اللي في بالك. برضه الجليتشات التقنيه بتبان للمشاهد عادي ومحدش كلف نفسه يصلحها اصلا. حتى التمثيل الصوتي والاصوات المصاحبه تحس انهم مأجرين ناس من الشارع يقروا الورق من غير اي شغف او تمثيل. والموسيقى رديئه وبتتكرر في الخلفيه بشكل يجيب صداع. والفيلم ده بيمثل النموذج المثالي للنصب السينمائي اللي بيستغل اسمه ونجاح الاعمال الكبيره عشان يبيع منتج استغفر الله العظيم من رداءته.
واتساب بالون تو ذا ريسيس. اول ما شركه ديزني وبيكسار اعلنت عن فيلم اب الشهير في 2009 ونشرت البوستر الرسمي اللي فيه الراجل العجوز والبت طاير بالبالونات، اتحركت نفس الشركه البرازيليه الشهيره دي فورا وصنعت فيلم بنفس الاسم اللي انا لسه ناطقه ده، ونزلته في الاسواق بتزامن مع الفيلم الاصلي تقريبا عشان يستغلوا الضجه الاعلاميه ويخدعوا الناس برضه اللي رايحه تشتري DVD الفيلم الاصلي. سرقوا الفكره الرئيسيه بالملي، راجل عجوز غاضب عنده بيت بيطير في الهواء باستخدام بالونات ملونه ضخمه، لكن انهم ما عندهمش كتاب او سيناريو حقيقيين. القصه اتحولت لعك سينمائي ملوش اي علاقه اصلا بفيلم اب. العجوز هنا اسمه جرامب وبيطير ببيته مع عيلته، وفجاه القصه بتتحول لشيء غريب جدا، بيتلقوا اشارات من كائنات غريبه وحوش وبيتحركوا في عوالم سحريه بدون اي منطق او حبكه دراميه متماسكه، مجرد مشاهد مجمعه كده عشان تكمل وقت الفيلم وخلاص. وتحريك ثنائي وثلاثي الابعاد مجوف وورقي جدا. حركه البالونات نفسها والبيت في الهواء بتشوف فيه اخطاء في الفيزيائيه والجرافيك تفصلك عن القصه تماما. تعابير وش الشخصيات متخطربه والالوان فقيعه وبتوجع العين، والفيلم كله مبني على حوارات بطيئه وممله جدا بين الشخصيات وهي قاعده في مكانها ومن غير اي حركه، فقط بس لملء الوقت كده وخلاص. ده يعني عمى بصري حرفيا. الفيلم كله يعتبر معمول بالفوتوشوب، وصدقني الفوتوشوب اصلا بيطلع جوده احسن من دي بمليون مره. لو ذكرت اي برنامج للصناعه او صناعه انيميشن او الافلام فهكون ظلمته. شوب كيك باندا. اظن انت عرفت انا هتكلم عن فيلم ايه دلوقتي من الاسم بس. لما فيلم كونج فو باندا بتاع شركه دريم ووركس حقق مئات الملايين عالميا، ظهرت شركه اسمها رينجيد انيميشن وصنعت فيلم اسمه شوب كيك باندا. المره دي بدل من تقليد الانيميشن ثلاثي الابعاد المعقد، قرروا يعملوا انيميشن ثنائي الابعاد فلاش رخيص جدا عامل شبه العاب المتصفح القديمه دي عشان يقللوا التكلفه لاقصى درجه ممكنه. البطل هنا اسمه لو، سبحان الله اسم جديد جدا يعني لو، وهو باندا بدين وكسول جدا وبيعشق الاكل وبيشتغل في صالون مساج وتدليك، وفجاه وبالليله وضحاها بيلاقي نفسه مجبر يدافع عن القريه ويحمي تمثال الممر الامن من نمر شرير وجماعه من الاشرار. القصه استنسخت كل عناصر الفيلم الاصلي، الباندا البدين اللي لا يصلح للقتال، المعلم الصيني الصارم وتهديد اللي بيواجه القريه، وحتى الوضعيات على بوستر الفيلم سرقوها بالحرف من وضعيات بو بطل كرتون كونج فو باندا. طبعا الفيلم مدته قصيره جدا حوالي 41 دقيقه، والتحريك فيه سطحي ومكرر. لما الشخصيه تضرب او تتكلم الحركه بتتكرر هي في كل المشاهد، والحوارات مكتوبه باسلوب هابط ومحاوله الصناعه كوميديا عن طريق نكات البدانه والاكل بشكل مبتذل. الهدف الوحيد من الفيلم كان ان الغلاف يتحط على ارفف المحلات بجانب كونج فو باندا عشان برضه يضحكوا على الاطفال اللي مش عارفين الفرق. كوكونات فريدز. اسم الفيلم طويل جدا فهنكتفي بالحته دي وخلاص. على العكس باي كرتون تاني في القايمه كان ميزانيته ملمين وبيتعمل في جراج، الكرتون ده اتعمل من شركه كبيره وهي ورنر بروس انيميشن سنه 2005. يعني كان عندهم فلوس وامكانيات بس قرروا بغباء انهم ينسخوا فورمولا ونجاح سبونج بوب بالحرف على امل انهم ياخدوا حته من كعكه النجاح المرعبه اللي طبعا حققتها نيكولوديان بكرتون سبونج بوب. بدل ما نكون تحت البحر في قاع الهامور اخدونا لجزيره استوائيه اسمها فروتفيل او مدينه الفواكه، وبدل ما سبونج بوب السفنجه الصفراء المفرطه في النشاط والغباوه الكوميديه جابوا ثمره جوز هند صفراء اسمها كوكونات فريد. هي مش صفراء قوي يعني بس انا همشيها صفراء عشان لاقي على حبك. تعالى بقى لشركاء في الجريمه. فريد او سبونج بوب جوز هند مجنون بيضحك نفس الضحكه المستفزه وبيتصرف بنفس طفوليه. سليب اند اللي هو متاخد من شفيق جابوا ثمره بطيخ كئيبه وعصبيه عايش جنب فريد وكل امنيته في الحياه ان فريد يسيبه في حاله ويقعد يقرا الكتاب بتاعه او يرتاح. الاخوين بانا او بسيط جابوا ثمرتين موز غبيتين جدا بيعملوا نفس ادوار بسيط نجم بالظبط. ليه الفكره بقى بتاعهم دي فشلت؟ الجمهور والاطفال لمسوا السرقه من اول حلقه. فريد ما كانش لطيف زي سبونج بوب بل كان مستفز ومزعج بشكل يعصب ويرفع الضغط. المطورين حاولوا يخلوا فريد عنده قدره خياليه ان اي حاجه يفكر فيها تتحقق في الواقع، وده دمر الكوميديا لان مفيش اي حدود ولا منطق للقصه. المسلسل اتعرض لهجوم ناري من النقاد والجمهور واتلغى فورا بعد مواسم قصيره جدا 13 حلقه فقط ليتحول لواحد من اكبر الاخفاقات في تاريخ ورنر بروس. ذا ليتل كارز. احذر معايا مين اللي عامل الكرتون ده كده. ايوه نرجع تاني بقى للشركه البرازيليه ملكه الفبركه. اول ما شركه بيكسار نزلت تريلر فيلم كارز سنه 2006 وحقق ضجه عالميه، الشركه البرازيليه بقى اطلقت سلسله كامله اسمها ذا ليتل كارز، والسلسله دي ما كانتش مجرد فيلم واحد، دول عملوا منها 4 اجزاء كامله بسبب اقبال الاهالي المخدوعين عليها. سرقوا الفكره البصريه الاساسيه اللي ابدعتها بيكسار
اكثر السيارات كائنات حيه، والعيون مرسومه على الزجاج الامامي للسياره بدل ما تكون على الفوانيس قدام. البطل سياره سباق صغيره بيضه مع خطوط حمراء اسمها توني، بيشتغل في محطه بنزين وبيحلم يكون بطل سباقات زي برق بنزين كده. والانيميشن بقى ما شاء الله رديء لدرجه تموت من الضغط. العربيات مش بتمشي او تتمايل بحركه كده ميكانيكيه مظبوطه زي اللي كنا بنشوفها اصلا موجوده في فيلم كارز. دي بتطوف على الارض كانها مجسمات مجانيه اصلا في برنامج جرافيك للمبتدئين. والخلفيات عباره عن شوارع فاضيه تماما ما فيهاش اي تفاصيل او روح، والمضامير بتاعه السباق بتلف في دوائر مكرره بنفس الاسطوانات. وعشان يقللوا مصاريف التحريك بتلاقي السيارات واقفه ربع ساعه تتكلم في مكانها من غير ما تحرك اطار واحد. والحوارات ممله جدا وبتناقش مواضيع اطفال بطريقه مسطحه، وهي مسطحه هنا قصدي سطحيه. والهدف كله كان استفزاز جيب الاب اللي داخل ينزل فيلم عربيات لابنه وخلاص. كونج فو داينو بوسي، الكرتون ده انتج سنه 2010 كعمل مشترك بين شركات كنديه وكوريه وجنوب المانيا. والجماعه القائمين عليه قالوا لنفسهم ايه اكتر حاجتين الاطفال بيحبوهم؟ الفنون القتاليه والديناصورات. وبدلا من ابتكار فكره جديده اخدوا النجاح المرعب لفيلم كونج فو باندا ودمجوه مع التركيبه الكلاسيكيه الشهيره لسلاحف النينجا. يعني هات كونج فو باندا وسلاحف النينجا، حط عليهم شويه زباله واضربهم في الخلاط يطلع لك الفيلم ده. والقصه بتدور حوالين 4 ديناصورات تجيد الفنون كونج فو قتاليه، كانوا مجمدين من العصر الجليدي وصحوا في العصر الحديث في مدينه مانهاتن بنفس اسلوب سلاحف النينجا. والديناصورات ال4 بيعيشوا في خفاء وبيحاربوا شرير قديم من نفس عصرهم اسمه سكور، مش شريدر خالص يعني، عايز طبعا يسيطر على العالم. والديناصورات ال4 مقسمين بنفس اسلوب السلاحف بالظبط، القائد الجاد والذكاء العبقري والطفول المهرج والضخم العنيف. والمسلسل حاول يلعب على كلمه كونج فو في الاسم والشعار بستايل كتابه مشابه لفيلم كونج فو باندا، عشان اول ما طفل يشوف البوستر في التلفزيون او السوبر ماركت، طبعا قصدي في السوبر ماركت الامريكي يعني بتبقى الحاجات دي موجوده كده زي اشرطه، ما عندناش احنا الكلام ده هنا. الطفل طبعا اول ما كان يشوف حاجه زي كده كان بيربط بينها وبين الفيلم الاصلي فيشتريه على طول. وطبعا اقول تاني احنا معظمنا ما بيشتريش، يعني معظمنا قرصنا، واكيد كلنا عارفين وفاهمين كلمه قرصنا. الانيميشن في الفيلم ده اتعمل باسلوب ثنائي الابعاد مع اضافه عناصر ثلاثيه الابعاد رخيصه جدا، القتال وموجات متكرره بنفس الحركات المؤثره المنسوخه، والحوارات مليانه نكات طفوليه برضه مكرره. والكرتون حاول يتعرض كانه مسلسل اكشن ومغامرات حقيقي، لكنه عاش وفضل في الذاكره كواحد من الاعمال اللي ركبت الموجه واستغلت هوس الاطفال بفيلم الباندا وسلاحف النينجا. وبكده نكون خلصنا الفيديو بتاع النهارده. ما تنساش بقى تقول لي اي حاجه انت عايزها في الكومنتات، لايك والاشتراك. انا ابراهيم او فريزلك، اعمل لي فولو على الانستا صحيح. اشوفك الفيديو الجاي في حفظ الله.